السلام عليكم. لحظة، في شي غلط. هيك هيك صار واحد فينا يطلع على الكاميرا. مش الحال. المهم يا جماعة، نحن هلا 30 رمضان، يعني اليوم الأخير من رمضان، يعني رمضان تقريبا فينا نقول خلص، يعني آخر كم ساعة. ف للأسف فحاب هيك أعمل مقابلة صغيرة مع أخونا رمضان، خلينا نشوف يعني شو سره، شو فيه، يعني بدنا نفهم منه. خلينا نشوف. رمضان، لك رمضان هون. هي علينا يا مستعجل وقف لك. خير عمي، شو بدك؟ خلصني، يعني ماك شايفني مستعجل بدي اروح. شو بدك؟ أستاذ رمضان، يعني بصراحة حاب أسألك سؤال. طيب تخلصني على السريع، ماشي؟ يعني أنت ليش كل سنة بتصير يعني أسرع من السنة اللي قبلها؟ فهمت علي كيف؟ يعني ليش كل سنة بتصير أسرع وأسرع؟ يعني عم تمر مثل هيك ضيف خفيف، الواحد ما عم يحس حتى عليك يا زلمة. محلاك بتحس فيني وانت ما شاء الله عليك 24 ساعة سهر ومسلسلات واكل الهوا تبعك هذا، يعني محلاك تحس فيني وكل تضيع الوقت. وكل الله يا زلمة، ما حضرت غير مسلسل هاي السنة، هو الأسطورة، طبعا إعلان مو مدفوع هذا. فيعني كيف بدي ألتهي عنك مسلسل؟ شو؟ واليوتيوب شو اخباره والله؟ يوتيوب؟ بصراحة ضيعت وقت كثير على اليوتيوب هاي السنة. طيب استنى. كيف الواحد فينه، يعني شو ممكن الواحد يساوي عشان يحس فيك شهر رمضان يعني؟ حبيبي، لا يعمل ولا يساوي ولا يبطخ، بده تكسير راس هذا، فهمان؟ لا يا زلمة، عم بمزح. اوكي. بس هو بصراحة كل اللي لازم يسويه انه يخفف لي من سهره، يخفف لي من المسلسلات، يعني كل شيء بالعقل حبيبي، كل شيء بالعقل. ويتعبد ربه ويصحى بكير، وصدقني على ضمانتي، ماشي؟ على ضمانتي انه راح يحس فيني ويكتر. يلا انا صار بدي اروح، يعني مستعجل. اسف على تضييع وقتك، والله يعيدك علينا هيك بالصحة والسلامة ان شاء الله السنة الجاي والسنين لقدام، ومع السلامة. السلام عليكم. ايه صح يا جماعة، في شيء نسيت لكم اياه. كل عام وانتم بخير. انا رمضان طبعا بقول لكم كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والعافية. وان شاء الله هيك السنة الجاية بشوفكم، يعني ان شاء الله كل واحد بصحته وبعافيته. وبتمنى لكم عيد سعيد، وبدي اياكم تنبسطوا للاخر. ايه انت يا مزعج، لا تنسى تقول لمشتركينك يعملوا لك لايك واشتراك، لانه شكلك شاب موهوب. يلا السلام. تاكسي. مثل ما شفتوا يا جماعة، هي كانت مقابلتي مع رمضان، ويلا عاد نبدأ يومنا. Let's go. طبعا حاب أعيد عليكم طبعا بالوطن العربي، عشان طبعا نحن هذا آخر يوم رمضان، بس انتم هلا عندكم عيد، فكل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. وطبعا من هذا المكان الجميل، هذا المكان يا جماعة بذكرني بأرابيلا بالكويت، يعني ما بعرف اللي عايشين بالكويت بيعرفوا هذا المكان، بذكرني فيه كثير بيشبهه. فهذا المكان اسمه ذا بالمز، على النخل. تعالوا شوفوا شو كاتبين هون. تعالوا كاتبين هون نو دايفنج نو فيشينج نو سويمينج، لا سباحة ولا غوص ولا حتى صيد أسماك. ظاهر في ناس كانت تيجي تصيد أسماك هون، تخيلوا تيجي تصيد هون عند النافورة. يعني بصراحة مو خوش مكان أظن. خلينا نشوف إذا في أسماك. ما في شضنايا، ما فيش. خلينا نشوف على هذاك الجسر. يلا نروح، خلينا نورجيكم المكان شوي. صراحة مكان حلو، نافورة. صحيح امبارح كان هو الاندبندنس داي، هو الفورث اوف جولاي، 4 جولاي هو عيد استقلال امريكا، يعني يوم امريكا الوطني فينا نقول. راح اذكر لكم بعض المعلومات عن هذا اليوم، ليش مناسبته، يعني شو صار فيه. شوفوا السيارة وين صافة. هذه شكلها واحدة كانت تسوق بس معبية الطاسة، طبعا هذا بار، بدل ما تصف الباركينج الطبيعي تبع الناس صفت فوقي. يلا عادي، خلي الناس تعيش يعني. بس والله شيء حلو يعني، السيارة أثرية فينا نقول، لطيفة. سامحوني بس والله الشمس قوية كثير الشمس. والله شعور حلو. شوف هاي نافورة خرافية. وهذا خريطة المكان طبعا، فعم يقول لك يو ار هير، انت هون، اوكي. فنحن بدنا نطلع على الجسر، فحاط لك قلب حبها. فينا نقول مثل جسر العشاء اللي موجود بباريس، ما بعرف اذا سمعانين فيه، بس انه اللي بتحط قفلك وتروح انت ومرتك او حبيبتك او اي شيء، تروح تقفل القفل على اساس ترمي المفتاح او ترمي عملة او شغلة، على اساس تسكر على حبك، مع اني مش شايف لها هدف، بس
شوفوا هون كله اقفال. هذا طبعا لسه مو على الجسر، جسر جوا. فشوفوا شو كاتبين هون، شير يور لاف. المهم عم يقول لك انه يعني تصور انت والشخص اللي معاك ونزل وعملنا تاج على الانستغرام، نزل على الانستغرام وعملنا تاج، فشاركنا حبك. هون كله خزنات طبعا. شو خزنات يا زلمه؟ اقفال، شو الغباء. ترى هذا تبع المدرسه، ف شكله في طلاب نحشوا من المدرسه وحطوا الاقفال. والله هون في كثير. كل ده هذا فيلم جنزير شكله. اوف شوفوا هون الهواء جاي من الطرف هذا، اوكي، فلما بيضرب فيك بيجي عليك رذاذ المي تبع النافوره هذه. ما بعرف اذا قدرانين تشوفوا، بس في زي هيك قوس قزح. شكله قبيله جاي تحب. شو هاد؟ ما شاء الله جماعة حبيبة. حتى هون كل الألوان بتبيها. الجو خرافي بصراحة. هاي أول مرة بشوف سما ميامي من غير غيوم، هاي أول مرة. عشان هيك الشمس اللطيفة اليوم بس عن جد غريبة. في غيوم هناك بعد، بس فوق ما في، صافية. وهلا مع شوية معلومات عن Independence Day، أو هو يوم الأمريكا العالمي أو يوم استقلال أمريكا، ما بعرف يعني شو بيقولوا له بالعربي. فينا نقول طبعا 4th of July هو 4 جولاي. طبعا هذا اليوم اللي انولدت فيه أمريكا. طبعا بشكل عام فينا نقول هيك، يعني هو هذا اليوم اللي انولدت فيه أمريكا، لأنه أمريكا زمان قبل 1776 ما كانت بس 13 ولاية، واللي هو بس الشرق، يعني بس 13 ولاية بالشرق، الساحل الشرقي يعني. وكان علم أمريكا بهذا العلم. بعدين اجى لينكولن، هذا هو صوته موجود على عملة الدولار. فشو سوى؟ وحد كل شو اسمه الولايات. طبعا بعد ما كانت غرقانة طبعا بالحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، فوحدهم وصاروا 50 ولاية. فصار العالم هو عالم ال 50 ولاية، اللي هو انتم هلا الحديث اللي بتعرفوه طبعا. اوه واو. الله. اتمنى تكون عجبتكم هيك النبذة عن الاندبندنس داي. طبعا اتمنى تكون فادتكم وهيك اخذتوا معلومات جديدة. صحيح انها قصيرة وبسيطة يعني، بس انه الواحد هيك يعرف شوي، ياخذ يعني زي فكرة، فينا نقول ياخذ فكرة عن الموضوع. وهذا المكان بالليل ما بتتخيلوا قد ايه بيكون زحمة بصراحة، بس عشان هلا يعني كان امبارح عطلة وهيك واليوم شغل، فطبعا ما في وقت كثير ان الناس تطلع بهيك وقت. صعب انه يطلعوا بهيك وقت، بس بالليل زحمة دايما 24 ساعة. وهون طبعا بعض الاعمال الابداعية طبعا بمناسبة هذا اليوم. تعالوا نشوف. هذا الشيء اللي شايفينه قدامكم كله عبارة عن رمل، سانز، كله رمل. طبعا هون كاتبين هابي بيرثداي USA. مش عارف اذا مبينه بصراحة ولا لا، بس مثل ما قلت لكم هذا يعتبر يوم طبعا اللي انولدت فيه امريكا، ف عيدوها لا طبعا اذا قدرانين تشوفوا هذا تمثال الحرية الموجود بنيويورك. هذا راس ما بعرف، بس ظلمة المشكلة. كأنه بين. هون شوية كالتشر. هناك في جرس، مش عارف شو هذا صراحة الجرس. هون في هلا محل رياضي هيك من الاحجام الضخمة طبعا يعني.
فخلينا نروح هيك ناخذ لنا فتلة صغيرة يعني بصراحة، لأن مستعد بدي أرجع. ف خلينا بسم الله. اسمه ديكس. دخلنا. صغيرة علي يعني. زي ما انكم شايفين محل ضخم بس ما في وقت. المهم انه دخلنا واخذنا فكرة. للأسف طفت علي الكاميرا وأنا برا فما قدرت أكمل تصوير، بس الحمد لله على كل حال. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. طبعا مثل ما وصلنا رمضان ما راح أنسى أقول لكم تحطوا لنا لايك وكومنت وكل الأشياء الحلوة هاي اللي ممكن تساهم بنجاحي. وقاعد عم منتج شوفتكم ويلا بتمنى لكم يوم جميل وتصبحوا على خير.